عندما قيل لي ألغيت المقابلة وقد استهترت بالوقت ونزلت من بيتي متأخرا اعتمادا على سهولة الطريق وضاعت وظيفة العمر، عندها أصابتني لحظة الندم. عندما سمعت أذان العشاء يصيح الله أكبر وقد تراخيت عن المغرب وسوفت وما صليت، أحسست بلحظة الندم. عندما رأيت الخجل بوجه صاحبي وأنا أسخر من خلقته، كانت لحظة الندم. عندما انقطع نفسي من صعود بضعة سلالم وأنا في سن الشباب، كانت لحظة الندم. وحزنت على صحتي التي أضاعتها العادات السيئة. عندما حال تراب قبر أبي بيني وبينه أن أعتذر له عن سنوات عشت على غير ما يحب ويحلم، تملكتني وقتها لحظة الندم. عندما رجعت إلى قراءة القرآن بعد هجره شهور فأحسست بثقله على نفسي، كانت لحظة الندم. هذه اللحظة دعتني لمراجعة نفسي قبل دنو أجلي ويأسي، فكان ندمي طوق نجاة أنقذني من بحار الذنوب وشجعني على التبصر بالعيوب ومحاولة سباق الزمان لإصلاح ما بدر وكان. وكم من نفس أصابتها لحظة الندم فلم تستجيب ولم يكن لها في مراجعة النفس نصيب، فأصبحت نفسا عنيدة وعن طريق الصواب بعيدة. وكم من أناس انطلقوا إلى الخير من لحظة ندم، فبالندم كانت تبت إلى الله، وبالندم كانت آسف حبيبي. إلهي اجعل ندمي سبيلا في عودتي، واجعل حزني وقودا لدوام محبتي، واقبل رجوعي يا سيدي وارحم دمعتي. ولحظة الندم هي أنفع اللحظات السلبية اللي بتعدي بالإنسان كما يقول علماء النفس. هي لحظة مؤلمة لكنها نافعة جدا للإنسان. ولو حبيت تعرف لحظة الندم، هي لحظة ألم دافع للتغيير يعقب إدراك الخطأ. أول ما تدرك إنك أنت تصرفت تصرف غلط يحصل جواك ألم. الألم ده ربنا خلقه جواك عشان تبدأ تفكر أنا عايز أغير الغلط اللي فات ده. وبيحصل الندم عند الإنسان، بتيجي اللحظة دي لما يقارن ما بين ما حدث وما بين ما كان ينبغي أن يحدث. كان المفروض أتصرف بالطريقة دي. وساعات الإنسان يندم ما بين الصح والغلط، يعني أنا تصرفت تصرف غلط أو عصيت ربنا بطريقة معينة فأندم. وساعات الإنسان تصيبه لحظة الندم لما يقول كان الأولى أن أنا أعمل كده. مش ما بين صح وغلط، ما بين صح وتصرف أصح في مكاسب أكتر. وعايز أقول لك على معلومات مهمة جدا عن لحظة الندم. ربنا سبحانه وتعالى خلق في تكوين الإنسان نفس اسمها النفس اللوامة، جزء في تركيبة نفسيتك، جهاز جواك إن صح التعبير. يعني النفس اللوامة دي دايما كل ما الإنسان يتصرف تصرف ما كانش المفروض يعمله، النفس دي تقوم عليه تشتغل تؤلمه عشان يبدأ يفكر أعمل إيه علشان أصلح اللي فات. ربنا خلق جوانا كده. وحاجة تانية، علماء النفس بيقولوا إن الإنسان اتخلق جواه في دماغه في عقله حتة اسمها القشرة الأمامية المدارية فوق العينين. الحكمة الربانية من خلقة القشرة المدارية الأمامية دي هي المقارنة ما بين التصرفات السابقة وما بين البدائل اللي كانت قدامك. كان المفروض أتصرف، كان عندي بدائل. ليه رديت في الموقف ده؟ ما كانش المفروض أرد. ليه اتكلمت؟ كان المفروض أسكت. ليه عصيت؟ كان المفروض أقاوم نفسي، وهكذا. يبدأ الإنسان بأجهزة في نفسيته، في قلبه وفي عقله، تبدأ تعدي عليه لحظات الندم اللي بتعقب على طول إدراك الخطأ. خد بالك، لحظة الندم إذا كانت مؤلمة لكنها من أهم وأنفع اللحظات اللي بتخلي الإنسان يطور من نفسه. وإحنا لازم نتعلم مع بعض كويس قوي إزاي نعيش لحظة الندم ونسمع مشاعرنا من جوه، لأن في مسارين، في اختيارين قدامك. يا إما الندم يخليك تحسن من نفسك باستمرار، يا إما الندم كما يقول علماء النفس بيصنع شخصيات شريرة. ولما تبص في كلام ربنا سبحانه وتعالى تفهم إزاي ربنا أعطى لحظة الندم اهتمام كبير في القرآن. فربنا سبحانه وتعالى اتكلم مثلا إن الإنسان بيندم لما يكون في إيده نعمة كبيرة ويغلط ويستخدمها بطريقة غلط فربنا يسلبها منه، يرجع ويقف كده يقول ما كانش حقتي عملت كده. حكى ربنا في الجزء 29 في القرآن عن بستان. البستان ده كان بتاع إنسان بيطلع منه زكاة الزروع، زكاة المال بتاعته يعني الزرع بتاعه. ولما مات الراجل الطيب الكريم ده
جم عياله وقالوا مش هندي حد من الفقراء وما يهمناش اي حد، فاذا بربنا يسلبهم النعمه اللي مش عايزين يطلعوا الخير اللي فيها زكاه الاموال. فيروحوا تاني يوم يلاقوا البستان محروق. فلما راوها الحديقه قالوا انا لضالون، يعني احنا تهنا، دي مش الجنينه بتاعتنا. لا، هي الجنينه بتاعتنا، احنا ما رحناش، ما مشيناش غلط. فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم، يعني أعقلهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ مش قلت لكم امبارح وانتوا عمالين تتفقوا ان انتوا ما تطلعوش زكاة المال؟ استغفروا ربنا، حرام عليكم، ده حق ربنا في الزرع بتاعنا، لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. شوف، بدأوا يدركوا ان هم غلطوا، ان هم نووا ما يطلعوش زكاة المال لما ربنا سلبهم النعمة. الندم بيحصل عند الإنسان في الدنيا لما بيسلب نعم معينة، أو بتحصل هزة في حياته، أو يدرك إنه غلط، ساعتها وقتها ينفع الندم. لكن في الآخرة الندم قد لا ينفع الكثير. ربنا اتكلم على لحظة الندم عشان الواحد يرجع بسرعة جدا قبل ما يقابل ربنا. لحظة ندم إنك تتحسر على حاجة فاتت خلاص وما تقدرش تصلحها، انتهى الأمر، الستارة اتقفلت خلاص، التتر نزل وعايز تلحق تقول حاجة، انتهى. أقوى لحظة ندم مريت بيها كانت وفاة والدي الله يرحمه. ندمت لأن حسيت إن أنا مش بعتش من الراجل ده، يعني كنت محتاج أقعد معاه أكتر، محتاج أتعلم منه أكتر، محتاج أفهم منه حاجات كتير، أحبه أكتر من الفترة اللي أنا قعدت معاه فيها. لحظة الندم هيبقى قدامك فيها طريقين. طريقة يا إما اكشلي 3، يعني الطريق الصح واتنين غلط. الاتنين غلط هي إن أنت تطول فيها جدا فتنعزل وتكتئب تمنع نفسك عن حاجات كتيرة قوي، في مقابل إنك ندمان عشان حاجة مختلفة. يعني عازل نفسك تماما عن الناس والحياة، واللحظة متملكاك بشكل رهيب. الخط التاني الغلط ان انت تنكر اصلا اللحظه، ما تعيشهاش، انا مش ندمان اصلا. مشاعر الندم دي بتبقى عباره عن كتله جوه الواحد، بتبقى الندمان حاسس ان هو محتاج لآلة الزمن علشان يرجع بالزمن للحظه اللي خد فيها القرار، ويحرق المسافه اللي من ساعه ما اتحرك لحد اللحظه اللي خد فيها القرار، يحرق المسافه دي بكل ما ترتب عليها عشان يرجع للحظه اللي خد فيها القرار علشان يغير وجهه نظره. وهنتوقف مع بعض ونتأمل، ليه يا رب خلقت الندم؟ ليه خلقت اللحظة دي؟ ليه الإنسان ساعات قلبه بيوجعه على تصرف عمله قبل كده؟ ربنا يا جماعة خلق لحظة الندم لحكمة عميقة جدا مهمة قوي في حياة كل إنسان. خلقت لحظة الندم لتصحيح المسار. تأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. أي إنسان عاقل يعني عنده حكمة بيقول كلام جنب بعضه مفيد، ما بيقولش أي حتة كده يحط أي كلام جنب بعض. ما بالك لما ربنا يتكلم؟ فلما ربك في القرآن يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، تعرف إن في علاقة كبيرة ما بين يوم القيامة والنفس اللوامة اللي هي بتخليك تندم وتلومك على تصرف غلط عملته قبل كده. أي حد في الدنيا يا جماعة بيغلط، الكمال لله والعصمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إحنا فقراراتنا وتصرفاتنا خاضعة للصواب والغلط. طب أنا لما أتصرف تصرف غلط واكتشف، لازم أصحح المسار. مسار إيه؟ مسار سيري إلى الله. يوم القيامة هنقابل ربنا يا جماعة، آدي يوم القيامة وادي نفسك. كل ما تغلط نفسك اللوامة ترجع المسار، كل ما تغلط نفسك اللوامة ترجع لك المسار بالندم. المهم تعرف تعيش اللحظة دي بطريقة صح، فيوم القيامة لن تصل فيه بالخير وبالنجاة إلا ما تتعلم إزاي تعيش لحظة الندم مع النفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة اللي بتصحح المسار. خلقت اللحظة لتصحيح المسار. وأنا عايز أقول لك حاجة، كتير الإنسان بيندم على تصرفات عملها وهو بيخدم الصورة. صورة إيه؟ واحد مننا عايز يخدم صورة الشاب الظريف، فيقعد يهزر ويقول كلام وإفيهات، ويفاجأ إن هو في قعدة كده هزر كتير فبقى مهزأ. حد قال له كده ما كده هزقه، فيندم كده، أنا كنت بخدم صورة الشاب اللطيف الظريف لغاية ما حد خد عليا بزيادة قوي. واحد عايز يخدم صورة الجامد، فيمسك واحد في خناقة يبهدله، فيشوفه متهان قدامه، فيحس من جواه ان انا استخدمت صحتي وقوتي بطريقه
ما ترضيش ربنا ولا الرسول عليه الصلاه والسلام، فيندم انه كان بيستقوى ويتعافى عشان يخدم صوره الجامد. ساعات كتير مننا شباب وبنات عايز يخدم صورة الشاب الفريندلي اللطيف اللي مش بيغلس، فيقعد في قعدة كلها غيبة وكلها تقطيع في فروة الناس، ويشترك ويهزر ويتريق على خلق الله، وبعدين حد كده يقول له يا عم انت حتى انت كمان بتغلط الغلطة دي معانا، يفاجئ كده ايه ده؟ انا ما كنتش متعود اقعد قعدة زي دي، فيحصل له ايه ده؟ انا كنت بخدم صورة مش دي اللي انا راسمها لنفسي. كتير الواحد بلاش موضوع الصورة، ترجع من شغلك متعصب فابنك يقابلك فتقوم شايطه بالشلوت ولا حاجه، ولد ما عملش حاجه، يقول لك الحمد لله على السلامه يا بابا، بس انت جاي متعصب من حاجه في السواقه ولا مديرك بره. تفاجئ الولد ذنبه ايه؟ فتندم. تندم. الندم ده ربنا خلقه علشان تصحح مسارات التصرفات الخاطئه. صدقني لو اتعلمت ازاي تسمع مشاعرك وانت ندمان، دايما هتكون في تطوير وتحسن مستمر. لكن اللي مش هيفهم مشاعر لحظه الندم، صدقني هيبقى مليان بالشر بسبب لحظة الندم. وصلنا سوا لمسارات لحظة الندم. يا ترى هتجرفك اللحظة وتاخدك لتصرفات غلط، ولا انت اللي هتسيطر وتسوق اللحظة وتخلي اللحظة دي سبب في تطوير نفسك ورجوعك لكل صح اكتشفته؟ احنا اتفقنا ان لحظة الندم ده ألم، هتتعامل مع الألم ده ازاي؟ مشاعرك من جوه بتقول لك ايه؟ 3 حاجات بتحصل للشخص اللي بيندم. حاجة من رقم 1، 2 منهم ربنا ما يرضاش عنهم، وواحدة لحظة ندم ربانية على مراد الله. رقم 1 انك انت تقتل الألم ده بالهروب واللامبالاة، مش عايز احس ان انا متألم وزعلان اني اتصرفت غلط. او 2 تصرف وحش جدا جدا، انك انت تتهم نفسك ان انت انسان وحش واتخلقت للغلط واتخلقت للنار، اسمها جلد الذات، تكره نفسك لما تغلط وتحس بالندم. رقم 3 الاستجابة الصحية للندم، انك انت تفكر ازاي تغير مسارك واحدة واحدة مع بعض. لحظة الندم، التصرفات الغلط اللي ممكن تحصل معاها. رقم 1 اللامبالاة. اتفقنا ان الندم ألم بيبقى في النفس بيعقب إدراك الغلط. انت عارف ده معناه ايه؟ ان ضميرك صاحي. كون ان انت شفت الصح وشفت الغلط وقارنت وادركت ان انت غلطت، ده دليل ان انت قلبك لسه حي ونفسك اللوامه حيه. الالم ده صحي. واحد مننا يقوم قاتل الالم ده والمعاناه دي بالهروب. عملت ايه يعني؟ ما في ناس اوحش مني 1000 مره عشان ما يتالمش وما يحسش انه محتاج يصحح حاجه في حياته. قريت قصه في منتهى الجمال اسمها على اعتاب قبر امي. واحد كتبها على صفحه كده من الصفحات وبعد ما دفن امه. ايه القصه دي؟ القصه دي بتقول ان بعد ما دفن امه رجع البيت وبيتكلم، بيقول امي خدت روحي معاها وهي بتدفن. ليه بتقول على نفسك كده؟ من حبك فيها؟ لا، من ندمي على الايام، انا اسف يعني، السودة اللي هي عاشتها معايا. هو بيقول انا كنت مستهتر جدا جدا مع عتاب امي ليا، كنت مهمل. هو بيقول نفسي اطلعها من قبرها وابوس عينيها اللي ياما سهرت علشان انا برجع وش الفجر كل يوم، وتلومني تقول لي يا ابني حرام عليك، ببقى خايفه مش عارفه انت فين وما بتردش على تليفونك. خلاص بقى يا ماما كبري دماغك بقى. بص هو بيتألم لما هي تلومه، لكن مش طالبه بقى وجع دماغ وتبوظي الدماغ اللي انا جاي بيها والكلام ده. كنت احس من جوايا ان انا مهمل معاها، لكن ده كان بيضيع عليا لذة الخروجات والسهرات مع اصحابي، فكنت دايما اكبر دماغي. الكلمه السيئه اللي الواحد بيقول مش عارف انزلي من على وداني، والكلام اللي كله لا مبالاه لما الانسان يشعر انه غلطان. لغايه ما ماتت امه. ماتت امه في يوم من الايام وكان جنبها وبيدفنها ونفسه يتكلم معايا، لا حقك عليا، عايز اطمن انت راضيه عني ولا لا. مشكلته مع امه الرئيسيه انها كانت كل ما كانت تلومه على بعده عنها واريافته الدائمه معاها كان يقول الله يكرمك يا امي ما تبوظيش لذه ايامي. وهي ماتت والندم فضل جواه بسبب اللامبالاه اللي كان عايش بيها مع الوالده. فخد بالك ان لحظه الندم تواجهها بالاهمال واللامبالاه او الهروب واللامبالاه. رد الفعل التاني مع لحظه الندم انها تقلب معاك بلحظه جلد للذات واتهام النفس. لما انا اغلط ان انا على فكره ربنا تقريبا كده ربنا خلقني للغلط، انا مش بتاع جنه ومش بتاع ان انا ابقى انسان كويس ومحترم، انا اتخلقت للغلط. عارف فكره جعلوني مجرما، انا وحش. ويبدا الانسان يتهم نفسه باستمرار انه معطوب، كانه في عيوب صناعه من ربنا كده، اتخلق للشقه والغلط. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول المؤمن القوي اللي يعرف يقوم لما يقع ويرجع لما يغلط، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، استعن بالله ولا تعجز. خليك قوي،
ما تحسش دايما ان انت عاجز، ان انت وحش، تقعد تجلد في ذاتك وتلوم في نفسك بحيث ان انت تدي ظهرك لكل خير. انا خلاص بضيع. لا، استعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فقل قدر الله ما شاء فعل، ولا تقل لو. تقعدش تقول لو كان. عارف لو دي بتعمل ايه؟ تفتح عمل الشيطان. عارف عمل انهي شيطان؟ شيطان القدر. ليه ربنا سابني اعمل كده؟ لو ما هو لو ايه؟ لو كان ربنا حماني، لو كان ربنا كان جنبي ما كنتش غلطت الغلطه دي. فيقعد يقول الانسان لو لغايه ما يعاتب ربنا، وده عمل الشيطان الكبير. عشان كده افلاطون الفيلسوف المشهور يقول ان الاشرار اناس يملأهم الندم. الشخص الشرير فضل يندم لغايه ما اتملى بالندم وما عرفش يصحح مساره، فايقن انه انسان خلق للغلط، فجلد ذاته وعاش بعيد يائس بسبب لحظه ندم ما عرفش يعيشها الا بجلد الذات. لحظات الندم ليها فضل في انه ليها فضل على الواحد لو هيترجمها في حاجه مفيده. نعم. يعني لكن ملهاش فضل على الواحد لو هتترجم في اكتئاب وهقفل على الطباع لنفسي. لكن انا لو هندم علشان اطور نفسي، لا هندم علشان اصلح الخطا، هندم علشان اخد خطوه لفوق، هندم عشان ارتقي بنفسي على اللي انا عملته، هندم علشان اصلح صورتي اللي اتهزت. لو ده كله انواع من الندم المفيده، مش هيحصل ده غير لما تندم. نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يخليك تاخد لحظة الندم دي وتستغلها بشكل ايجابي مش بشكل سلبي، لان ممكن تستغل انت لحظة الندم دي ان انت بقى ايه، يعني تحبط بشكل كبير جدا والدنيا تسود في وشك بشكل كبير جدا، فتبتدي تقع اكتر. يعني تبتدي بدل ما كنت انت عامل غلطة مثلا بمقدار 50%، فتعمل غلطات تبقى بنسبة 100%، فتضيع خط الرجعة زي ما بيقول. احضر نفسي للحظه الندم بان انا ما سوقش فيها، ما اعيش المراره بس بتاعتها. اللحظه دي بتبقى عايزه تقول لي حاجه، عايزه تفوقني. فشوف الرساله ايه المسج، ايه الرساله اللي انت عايز تقولي ايه في اللحظه دي. ان انت تكلم نفسك، بالنسبه لي انا بكلم نفسي كتير جدا، هي انسب حل. ان انت تكلم نفسك ايوه انت عملت غلط. انا بقعد اكلم نفسي عشان اجمع. احيان كتير التفكير وهو معدي على المخ كده ما بيعدي يخرج، لازم اقوله بصوت عالي. فلا تنكر ان لحظه، ولا تقول هي مش عندي، انا مش ندمان، انا صح، ولا تطول فيها. الطريق الصح ان انت تاخد اللحظه وتعيشها صح علشان تتعلم ان انت ما تقعش في الغلط ده تاني، ببساطه يعني. وصلنا مع بعض للحظة الندم الربانية، انك تتصرف في لحظة الندم على مراد الله سبحانه وتعالى. اتفقنا ان احنا مش هنهرب بلا مبالاة من الندم، ومش هنجلد ذاتنا كأن ربنا خلقني للغلط، انما هستجيب استجابة صحية. عندك حاجتين هتعملهم: اما ان الانسان يصحح المسار مستعينا بالغفار سبحانه وتعالى، او ان انت تندم لكن في اشياء مش هينفع تغيرها، فتتقبل الواقع لكن تتعلم من التجربة. شوف، ابدأ معاك الاول. خلينا في موضوع تصحيح المسار ده. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ناس ندمت من جواها وعدى عليهم لحظة ندم فعايز يغير. بسم الله الرحمن الرحيم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. شوف لما ربنا يتكلم على المغفرة والتوبة والتسامح لما حد يعترف ويشعر إن من جواه ندمان وعايز يغير نفسه. بعدها بآيتين ربنا قال: وقل اعملوا، يلا اشتغل غير. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إنك أنت تعترف وتبدأ تغير وتصحح مسارك، ده دليل إن أنت إنسان مستيقظ، عندك رؤية للصح. لما شفت الصح وقارنته بالغلط، أنا ندمان دلوقتي. علشان كده قلت لك بس لازم تستعين بالغفار. تصحيح المسار مستعينا بالغفار. لازم تبقى مطمن لو عايز تصلح أي غلطة في حياتك أخلاقية مع ربنا سبحانه وتعالى، تبقى عارف إن ربنا فاتح لك الأبواب. ربنا يا جماعة من صفته اسمه الغفور الغفار. غفور على وزن فعول، يعني مبالغة، يعني يغفر كل شيء. غفار على وزن فعال، يعني مكرر المغفرة، يعني يغفر كل مرة. فربنا غفور غفار، يغفر كل شيء كل مرة، كل شيء كل مرة سبحانه وتعالى. فما تيأسش أبدا من رب العالمين ولا تيأس من نفسك، إنما دايما تصحح مسارك. في غزوة بدر يوم ما اتأثر سيدنا العباس عم النبي وكان بيخفي إسلامه،
وكان عايش بيحمي المسلمين في مكة وما هاجرش مع النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا محمد العباس اتأثر مع المشركين، هو عند المسلمين في المدينة، فسيدنا محمد بلغوا إن الأنصار هيقتلوا الأسرى دول، فقال لسيدنا عمر قول لهم ما يقتلوش العباس عمي. فراح سيدنا محمد، فواحد رد عليه من الأنصار قال أنقتل آباءنا ولا نقتل العباس لأنه عم رسول الله؟ والله لا نفعل. وبعدين عرف إن العباس كان مسلم، فإذا بي يندم ويقول ظللت أتصدق من أجلها 10 سنين. أنا آسف، أنا تسرعت، أنا غلطت، فظللت أتصدق من أجلها 10 سنين. شوف، هو عايز يصلح المسار، عايز ياخد خطوة لقدام. بس عايز أقول لك على حاجة بقى كمان، لو عايز تصحح مسارك مع الله اطمن جدا إن ربنا ألقى في قلبك لحظة الندم لأنه أرادك. مرة واحد كان مسلم وكفر بقى مع المشركين، حارب الإسلام، وبعدين بعد كده حب يرجع، فبعت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عايز أرجع. قومه بعتوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزل القرآن. واحد كان مسلم وكفر وحارب الإسلام وعايز يرجع تاني، نزل القرآن. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا. كأن أنت تسمع إيه ده، ما فيش باب للتوبة إلا الذين تابوا من بعد وأصلحوا فإن الله يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. واحد كفر وعايز يرجع للدين. احنا مش كده يا جماعة، احنا في واحد بيغلط، بيرتكب معاصي، بيرتكب كبائر. إذا كان الباب مفتوح للكافر، أما للإنسان المؤمن بربنا اللي عايز يرجع. صحح مسارك في لحظة الندم، اتحرك. ربنا ما ألقاش في قلبك اللحظة دي إلا لأنه أرادك. الشيء التاني، أنا قلت لك تصحح المسار مستعينا بالغفار في لحظة ندم. في بقى حاجات مش عارف أصحح المسار. واحد اكتشف إن هو غلط في اختياره لشريك الحياة بعد 20 سنة جواز، وفي عيال وفي بيت. صعب إنك أنت تصحح مسار زي ده، أو ممكن يكون مؤذي للعيال ومؤذي لنفسيتك ونفسية مراتك أو نفسية جوزك. لازم أبدأ أتقبل الواقع عشان أعرف أستمتع بحياتي. أنا ندمان على الاختيار ده، مش وقت ندم. لازم أبدأ أتقبل وأتعلم إن أنا أكون متريث بعد كده. عشان كده في حكمة في منتهى الجمالية في سورة الدعاء: اللهم ارزقني القدرة على تغيير ما أستطيع تغييره، وألهمني الشجاعة على تقبل ما لا أستطيع تغييره. أقبله يا رب. اختم معاكم بقصة لطيفة قوي. أنا مبسوط أنا بحكي لكم الحاجات دي لأن هي فيها أكيد حاجات مكررة جوه بتحصل شبه حياتنا يعني. عارف كلاشينكوف؟ البندقية اسمها كلاشينكوف، دي على اسم اللي اخترعها. ميخائيل كلاشينكوف ده راجل روسي اخترع البندقية دي، وبعدين سنة 2013 هو مات 2013، 91 سنة. راح لقس في الكنيسة وقال له أنا ندمان إن أنا اخترعت البتاعة دي. ليه؟ لأن كل ما يتفرج على النشرة يقول قد قتل مش عارف إيه بالكلاشينكوف، مات آلاف بسبب البندقية بتاعته. فقال له أنا حاسس إن أنا أزهقت أرواح كتيرة بسبب الاختراع ده، أعمل إيه؟ قال له أنت ما كنتش تقصد، أنت اخترعت الاختراع ده للدفاع عن بلدك، فأنت هتعمل إيه يعني؟ توب لربنا سبحانه وتعالى إذا كان جواك نية مش كويسة، لكن أنت كانت نيتك ليه إنك أنت تدافع عن بلدك. وبعدين القصة قال له كلمة جميلة جدا، قال له لقد اخترعت هذا الاختراع من أجل الدفاع على وطنك، فادعوا الله ألا يحصل عليه الأشرار. ده اللي تقدر تعمله بس خلاص. ومات وقتها ميخائيل كلاشينكوف وهو ندمان على اختراع زي كده، بس مش عارف يغير حاجة، هيعمل إيه؟ قعد يقول يا رب ما فيش إرهابي يمسك البتاع ده. الخلاصة لحظة الندم. لحظة الندم لحظة نافعة مغيرة مؤلمة عشان تصلح مسارك. عندك حاجة من التلاتة، يا إما تبقى بتتعامل بلا مبالاة، مش عايز وجع دماغ بقى ومتضايق إن أنا ندمان وبتاع، يا عم خلي الدنيا حلوة كده، فتطرد الألم الجميل اللي ربنا خلقه جواك عشان ترجع وتصحح مسارك، فلا مبالاة وهروب. أو تجلد ذاتك، أنا وحش أنا وحش، أنا اتخلقت للعذاب، اتخلقت مش عارف للغلط، فالإنسان شايف نفسه إن ربنا ظلمه في الدنيا دي، والاتنين غلط. لحظة الندم الربانية صحح المسار وانت مستعين بالغفار اللي بيغفر كل مرة كل شيء، أو تقبل الواقع بس اتعلم من التجربة. دي كانت لحظة الندم. يا رب خد بإيدينا لو حبينا نرجع لك يا رب، وافتح قلبنا لكل شيء تحبه وترضى عنه يا رب، وارزقنا القدرة على تغيير ما نستطيع تغييره، وألهمنا الشجاعة على تقبل ما لا نستطيع تغييره. والحمد لله رب العالمين.